واش مستعدة تزيدي في المردوديات ديالك ب10%؟ هذا الروتين يقدر يدير هذا الشيء لمدة 30 يوم. فخليك معايا، راح كل حاجة تسمعيها في هذا الفيديو غتستفدي منها. في البداية ما تنسيناش من لايك وكومنتير والاشتراك في القناة باش تزيد في الكفاءات ديالك وتزيدي في المردوديات دائما مع نجاح الأبطال السيدات. بزاف من السيدات كيقولوا أن المطبخ كيدي لهم الوقت أو كيدي لنا الوقت لأن فيه الطياب، فيه كل شيء، ولكن المشكلة ماشي في المطبخ، المشكلة هو أن كيفاش تستعملي الوقت فيه. إلا عرفتي كيفاش تستعملي الوقت في المطبخ فراه المطبخ غادي تدوزيه بسهولة، غادي يديش منك وقت بزاف. المطبخ هي خاصكي تعرفي كيفاش تستعملي فيه الوقت. اشنا هي تستعملي فيه الوقت؟ يعني الحقيقة هي أن نعرف ذاك النهار شنو غادي نطيب فيه، وشنو غادي ندير، واش عندي موينات بزاف، واش عندي شقة فيه بزاف، واش كاينه شي حاجه غادي تغسل، واش الطياب اللي غادي ندير فيه يعني فيه شغل بزاف. نعرف شنو غادي نطيب ونحط كل حاجه في بلاصتها باش هكا ما يديش مني الوقت. كون في التوقيت الصيفي دائما خصنا نفيقوا بكري، واخا حتى التوقيت الشتوي، ولكن في الصيف حاجه اخرى. باش ندخل المطبخ ونوجد داكشي اللي خصني نفيق بكري باش نسالي بكري. مثلا تدخلي الكوزينه مع 9 راه غادي تسالي الخبز وكاع داكشي اللي باغي ديريه للغدا، وخاص يكون عندك جدول للوجبات اليوميه. فايت لي هضرت لكم عليه هاد الوجبات. هاد الجدول هذا كيخليك تنظمي وقتك اكثر، لان ملي كتبان شي حاجه كتنوضي ليها ديريكت وكديريها، ما كتبقايش تلفي لا اشنو ندير، لا اشنو نوجد، اشنو نطيب. مثلا انا دابا كنوجد شلاضه، عارفه راسي غادي ندير شلاضه، ودابا راه الوقت اللي كنوجد فيه الشلاضه راه دابا 10 هادي، غير ما صورتش لكم 10 وانا كنوجد ديال الصباح، وانا كنوجد الشلاضه اللي فيها طماطم والفلفل، ودرت فيها البطاطا باش البطاطا فيها نشويات باش مالي الدار يشبعوا ليا وما يبقاش تكون وجبه غداء متكامله مع شويه ديال اللحم. فملي كنوجد هاد المسائل كاملين وكنحضرهم كنسالي بكري، كندوز لشي حاجه اخرى. دابا المطبخ اللي كيدي ليا الوقت ما غاديش نبقاو ندفنوا راسنا في الكوزينه. حتى ربات البيوت ما غاديش يبقاو يدفنوا راسهم في الكوزينه نهار ومطر. حتى الا شات لك شويه ديال الوقت كملتي بكري تقدري ديري مثلا غوتي شي كيكه اولا شي حرشه، وهكا كتسالي الامور ديال الغدا كامله الصباح بكري. ملي كنسالي وكنظف كل شيء نخلط السلطه ونوجدها ونوضعها حتى يبغيو يتغداو. من بعد نسخن كل شيء. ملي كنسالي بكري كنمشي للدار كندير شويه ديال الترتيبات، شويه ديال داكشي كيكون خفيف ظريف، ماشي انا كنضغط على راسي وكيتراكم عليا كل شيء والعيا وقله الصحه. لا، ما يمكنش يكون هذا الشيء، لا. فكنتمنى تتبعوا غير هاد الوصفه، هاد الوصفه السحريه ديال الروتين اللي يخليك كيفاش تحكمي في وقتك كل نهار وما يضيعش منك حتى شويه ديال الوقت. الوجبه ديال الغداء اللي كانت عباره عن البطاطا والطماطم والفلفل والخيار، حكيت كل شيء شويه من كل حاجه مع شويه ديال البصله. يعني بعض المرات كنديرها، بعض المرات ما كنديرهاش. والكوكوت راني درت فيها شويه ديال اللحم كيف ما شفتوا معايا مع البصل وزويتينات فقط لا غير. حتى القزبر والله ما درته، ما كانش متوفر عندي.
فخذوها مني كفكرة، يعني داوموا على هذه الطريقة لمدة 30 يوم وغادي تلاحظوا الفرق. ملي كنسالي مع 11 وثلث ولا 11 ونص راه كنمسح الفرن، لان ما مسحتوش البارح بالليل، كنت موالفه كنمسحو بالليل في الروتين المسائي، ولكن دابا ما لحقتش انني نمسحو، فغير غسلت المواعين، غسلتهم مزيان ديال الفطور ديال الصباح و داكشي اللي بقى عندي ديال البارح. بعض المرات راه كنخلي شي كسرونه ولا شي حاجه كتكون خاصها تعمر بالماء باش تولي جاهزه للتنظيف، وصافي غادي ان شاء الله نسالي هادشي كلها وندوز واحد المسحه على الفرن ديالي باش يبقى دائما نظيف وما نخليش الاوساخ يكونوا متراكمين. ملي كنسالي كنغسل او كنمسح هاد الفرن هذا يوميا، كنديرها ملي كنسالي يا اما مورا الغداء ولا كنعملها في الروتين المسائي، يعني باش يكون واجد الغدا، هكا كيكون المنتجات نظيف و